الاداري لنادي الزمالك، واللي كنت بكلمه من شويه وانا جاي في الطريق عشان اقول له ايه اخبار الماتش بكره، الزمالك المعسكر اخباره ايه، عشان اطلع يعني لو في اي اخبار نقولها في كوره كل يوم. قال لي يا نجم الماتش اللي اتلغى. قلت له ازاي؟ قال لي الدوري اتاجل كله، لسه واصل له القرار من لجنه المسابقات او من الامن الساعه 8 الا ربع كده يعني، واحنا في الطريق جايين على الحلقه. ايه يا كابتن حماد؟ كابتن كريم، اهلا بيك يا كابتن كريم، اخبارك ايه؟ دفعتوا فلوس كتير النهارده في المعسكر؟ والله يا كابتن كريم حاجه يعني صعبه جدا. طب انا في ليا استفسار، بس لما اجي انا قرار الامن الصبح ان انا باجل مباريات يوم الجمعه. طب انت ما كنتش حاسس بالخطوره غير بالليل؟ طب ما كنت طلعت القرار وعفيت الانديه. سيبك انت من الناس زمان انه هيروح يقعد ويدفع تكاليف. طب النادي الاسماعيلي ده اللي جاي من السفر. يعني طب انتوا يعني المفروض الامن بيحس بخطوره الموقف من قبلها بفتره كابتن، مش في وقتها ولا ايه؟ انت اجلت دلوقتي المباريات يوم الجمعه، ما تاجل مباريات يوم الخميس، وكنت ان انت عفيت الانديه دي كلها من المصاريف اللي هي بتدفعها، والانديه اصلا مش متحمله مصاريف. لكن هو مش قرار وخلاص ان انا ابعت جواب والناس دي تمشي ولا اكن فيها اي اعتبارات لاي حاجه. ما ينفعش يعني الكلام ده. الزمالك او الاسماعيلي اتكلفوا كام او الانديه الثانيه؟ ما في ماتشات ثانيه كانت المفروض تتلعب بكره يعني انت يا كابتن انت بتبص مثلا فرقه الاسماعيلي جايه واتوبيس واقامه كتير، يعني انت ما بتتكلم في تكلفه كبيره لفريق بالكامل. انا مأجر ملعب بتمرن عليه في الدفاع الجوي، وقاعد في الاوتيل والاوض واليوم اتحسب عليا، كل الحاجات دي مصاريف بتدفع. عشان انا ببعت جواب كده ورقه ان انا ببعت اجل الماتشات او الغي الماتشات. طب ما كنت قلت من الاول ان نلغي الماتشات. قلت من امبارح مثلا او من النهارده الصبح. انا عارف. طب ما انت قلت من الصبح ما تجيش في اخر لحظه. المباريات يوم الجمعه. طب هتبعت برضه الانديه ايه الفرق بين الجمعه وفي ايه الفرق بدرجه الخطوره من الصبح بالليل؟ يعني انت تبعت لي. هو مين اللي بلغك يا كابتن؟ يعني الزمالك وصل له كلمني طبعا اللي هو علاء مالك مدير عام النادي، وكلمني وقال لي المباريات اتاجلت، وكلمت انا مهندس مازن للاسف تليفونه مقفول، مع انه كان بيكلمني قبلها ما قاليش حاجه. وبعد كده كلمت انا الاستاذ فوزي غانم، قال لي احنا بنبعت لكم الفاكسات دلوقتي. فهي بقت حاجه عاديه يا كابتن، نبعت فاكسات ونأجل، والانديه دي بقى معاها ربنا بقى خلاص. بس خلي بالك هو يعني برضه عشان يعني ندي كل واحد حقه، ولجنه المسابقات الموضوع. لا اتحاد الكوره ملوش ذنب يا كابتن. اتحاد الكوره ملوش ذنب بالظبط. اتحاد الكوره بيسعى جاهدا ان البطولات تخلص السنه دي. انه واحنا متعاونين معاه. هتلعب ماتش الكاس يوم 27 حاضر، ما فيش مشكله. مش عارف ايه حاضر، هتلعب كل 3 ايام حاضر، ما بنتكلمش. لكن انا لازم، ما ينفعش ان انا ما بتكلمش على اتحاد الكوره ان انا الامن ببعت فاكس اتحاد الكوره اجل الغي بتاع. لا يا جماعه، لازم يعرفوا ان في الانديه دي بتدفع فلوس. الله. طيب يعني النادي الاسماعيلي كان معاكم في دار الدفاع الجوي ولا كانش لسه وصل؟ لا انا فرقه الدفاع الجوي وكابتن اسماعيل يوسف لسه جايين من الجونه معسكر. الانتاج الحربي قصدك؟ الانتاج الحربي وراجعين من الجونه. عاملين معسكر هناك، وعلشان عندهم ماتش بكره نفس القصه. كانوا معاكم في الدفاع الجوي؟ يا كابتن. طبعا. اتكلفتوا كام بى في خساره المعسكر ده؟ او يعني بتكلف يا كابتن، ما بتتكلفش اقل من 20-30 الف جنيه في الكام ساعه دول. الكام ساعه غير ايجار ملعبك غير. بعد كده انا عايز اسالك يا كابتن، انت دلوقتي احنا حتى مش عارفين نقول للعيبه التمرين امتى. ما كان لسه معايا ابراهيم صلاح بيقول لي مش عارف هنتمرن امتى. مش عارفين يعني. انا الراجل نفسه مش عارف يعمل ايه. بعد كده انتوا بتقلقوا الناس، يعني راجل زي فيهم دلوقتي قلقانين. قال لك طب يعني نسافر، معنى كده ان في قلق في البلد. طب ايه ده يا جماعه؟ ايه ده؟ طب ما انت لو من الصبح قلت كده خلاص ما كانش حصل اللي احنا فيه كله. انت متضايق بس عشان هي اخر لحظه يعني. طبعا يا كابتن، وصدرت القلق للناس خلاص. يعني انت دلوقتي لما يجي تقول الغي ماتشات وي بقى في قلق من الفتره اللي جايه خلاص في مصر. ايوه خلاص دي باينه جدا يعني. لكن انتم ما اديتوش ميعاد للعيبه للتدريب على التليفون يعني؟ يوم ميعاد على اساس يا كابتن الفاكس اللي جاي تاجيل الدوري لاجل غير مسمى. طب قول لي كده انا اقول ايه؟ هتحط مواعيد على اساس يا كابتن؟ لا، ما انت مش هتعرف. البطوله الوحيده اللي انت دلوقتي ضامنها ان انت تلعب ماتشات افريقيا يوم 21، وعلى اللي انت شايفه ده وعلى اللي انت اللي احنا سامعينه ده على الله بس الماتشات تتلعب في مصر في افريقيا كمان.
تمام. هي لو الماتشات ممكن يعني تتلعب بره مصر، لازم بقى مخاطبات ما بين الاتحاد المصري والاتحاد الافريقي طبعا، وبين الاتحادات اللي هنروح نلعب في بلدها. بالظبط. هنشوف يا كابتن حماده، والله هو كل حاجه غامضه. انا يعني الواحد مش عارف يقول ايه، قصه مش واضحه. يعني انا حتى ما عنديش معلومات اقدر اقولها لك غير اللي احنا بنشوفه. انا مش قادر اقول لعيبه التمرين امتى. انا مش تمام ولا عارف اي حاجه. تمام. بشكرك كابتن حماده انور، المدير الاداري لنادي الزمالك.